ما كانش عندي لا بيض ولا لبن وعايزه اكل حاجه حلوه وعايزين ناكل كده كيكه شوكولاته. اسكت انا؟ لا ابدا والله. تعالوا بقى النهارده اقول لكم ازاي عملت كيكه حلوه هشه وجميله وعاليه زي ما انتم شايفين كده وغرقانه صوص شوكولاته. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده يا بنات، هنزل بكوبايه من الميه الدافيه في طبق فاضي، وهنزل عليه بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام. الكاكاو الخام ده غير محلى. هنزل كده بمعلقتين كبار، طبعا هنخله برضو كويس. وبعد كده هنزل بكوبايه من السكر الحبيبات اللي هو بتاع التومين العادي خالص، وهنقلب بقى كده كل المكونات مع بعض، الميه بالكاكاو بالسكر. وبعد كده هحط بقى رشه كده من الفانيليا، وكمان رشه من الملح، وهدي برضو الكلام ده تقليبه كده مع بعضه. بصوا لحد هنا مقاديرنا بسيطة خالص وموجودة. اهم حاجة تستخدمي نوع كاكاو كويس. وبعد كده هنزل بقى بكوباية الا ربع من الزيت، وكمان هنزل بكوبايتين من الدقيق منخول كويس، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها المية وعايرنا بيها الزيت. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهقلب بقى كده ايه كل الخليط ده مع بعضه. انا قلت اسهل على نفسي بصراحة، جبت المضرب الكهرباء وقلبت كده كله مع بعضه. طبعا عادي تشتغلي بالمضرب اليدوي او معلقة اي حاجة شغال، بس انا قلت ايه اختصارا للوقت ايه اشغل المضرب. ونزلت بقى الحروف وقلبتها كده بالشكل ده. شايفين؟ بصوا ال 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 القوام بتاعها عامل ازاي، حلو جدا. واخر حاجة هنزل بمعلقة من الخل كده، بتخلي بقى كيك كده هشة وجميلة. شايفين قوام الكيكة عاملة ازاي؟ بجد حلوة قوي، تتاكل كده وهي نية. هنا بقى صينية مقاس 22 في 30، بطنتها كويس بدهنة من السمنة ورشة من الدقيق، ونزلت كده بخليط الكيك اللي احنا عملناه بالشكل ده كده. وهسويه بقى كويس كده في الصينية، بحيث ان ايه يبقى سوا واحد، علشان ما تبقاش حتة عالية وحتة ايه مش عالية. شايفينها اهي. هديها بقى كده خبطتين في الارض. انا حطيتها كده خبطتين في الارض عشان اطلع اي هوا منها. وهحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 180. طبعا الفرن تكون شغالة من قبلها، من قبل ما تشتغلي خالص، عشان تبقى سخنة كويس. وبتاخد حوالي ربع ساعة قبل بقى ايه ما نحطها في الفرن كده وتستوي. تعالوا نجهز الصوص بتاعها. 3 معالق كبار من السكر، عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، عليهم معلقة صغيرة من النسكافيه، اي قهوة سريعة الذوبان. وكمان هنحط معلقة كبيرة من النشا. وبعد كده بقى هنزل بكوباية من المية، وهضرب بقى ايه بالمضرب كده اليدوي كل حاجة كده مع بعضها، نقلبها كويس لحد كده ما تدوب كويس. وبعد كده هرفعها على النار، تاخد كده غلوة او غلوتين على نار هادية خالص، لحد ما تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. تتخن كده معاكي زي المهلبية، بس مش تتخن جامد يعني، تتخن كده زي المهلبية بسيطة. ونحطها كده في حاجة بقى بره كده علشان تبرد. وبعد ما تبرد شوية حطيها كده في التلاجة كمان تسقع، بتبقى حلوة قوي. وعملنا كده صوص شوكولاته اقتصادي من غير شوكولاته. شايفينه عامل ازاي؟ بجد حلو قوي. زي ما قلتلك اهم حاجه تختاري نوع كاكاو كويس. وهنا بقى تعالوا نعمل كده الشربات اللي هنسقي بيه الكيكه. اول ما تطلع عباره عن 6 معالق كبار من الميه، عليهم معلقه كبيره من السكر، عليهم معلقه صغيره من نسكافيه. وهقلب كده مع بعضه، ارجه مع بعضه كويس. ممكن تعمليها في كوبايه عادي، بس انا قلت ايه لقيت الازازه الصغيره دي مع لولو شربت فيها عصير، قلت لها تعالي بقى اعملك فيها، بتبقى ليها بوس كده وتبقى سهله ايه ان انا اسقي بيها الكيك. شايفينها اهي. هنا بقى الكيكه طلعت بعد ربع ساعه بالظبط، ما بتاخدش وقت زي ما قلت لكم. بصوا هختبرها كده بقى بعود كبريت. بصوا طالع نضيف وزي الفل، مفيهوش اي حاجه كده. الكيكه تمام معايا. هسيبها تبرد خالص، وبعد كده هجيب بقى بتاعه العصايه الشيش طاووق دي، وهخرم بيها كده. ممكن تخرمي بشوكه، ممكن تخرمي بعود كبريت، اي حاجه. واجيب بقى كده الشربات سقيت كده بيه الكيكه بالشكل ده. هنزل بيه كده على الكيكه لحد ايه ما تشربه كله. شايفينه اهو، عشان تخلي بقى الكيكه كده طريه وحلوه. وبعد كده جبت بقى صوص شوكولاته من التلاجة ونزلت بيه. عايزه اقول لكم بجد والله كانت حلوه جدا واقتصاديه وسهله، من غير بقى ايه لا بيض ولا لبن زي ما قلت لكم. وبصوا شايفين قد ايه عاليه كده وحلوه.
فده كان بقى فيديو النهارده، فيديو كده اقتصادي، فرحي بقى عيالك واعمليها. اتمنى بقى يكون فيديو النهارده عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.